عاملين ايه؟ انا حازم عبد الغني، والنهارده هنبدأ اول موديول معانا واول فيديو معانا. الموديول بعنوان AI First Mindset، واول فيديو هو ليه عقلية ال AI First تكسب عقلية ال AI Last. طيب قبل ما نبدأ خلوني أسألكوا سؤال سريع، وهي هتقضي كام ساعة من عمرك قدام الاديتور، قدام الاي دي اي؟ والريسيرش والستاتستكس بتقول ان المطور المتوسط بيكتب كود حوالي 1600 ساعة في السنة. فتخيل لو احنا نوفر معظم الوقت ده، وده فعلا اللي هيحصل، وده اللي هيحصل كمان في السنين الجاية اكتر واكتر. فيلا بينا نخش عالم الانتاجية للمطورين بمساعدة ال AI. طيب ايه اللي احنا هنتعلمه في الفيديو ده؟ الفيديو ده هو الفاونديشن، احنا بنحط دلوقتي اللاندسكيب، بنحط القاعدة البيز، تمام؟ فهنبدأ فيه ان احنا نعرف منحنى سرعة الديفلوبمنت والتطوير. هنشوف ازاي التكنولوجيا غيرت السرعة ولسه هتغير كمان وكمان واكتر واكتر طبعا. طيب تاني حاجة هنعرف يعني ايه AI first، وهنقارن ال AI first بال AI last mindset. واخر حاجة هتحدد مكانك في السباق، هتشوف انت مكانك الحالي فين، وهتشوف انت باستخدام ادوات الذكاء الاصطناعي ممكن توصل لفين. طيب منحنى سرعة المطورين من 1995 لحد 2025، كل شوية بيبقى فيه طفرة تكنولوجية بتساعد المطورين ان هم يزودوا التطوير بتاعهم والديفلوبمنت بتاعتهم بشكل ملحوظ. دراسة عملتها جيت هاب كوبايلوت. لو ما حدش يعرف كوبايلوت هو اي اي تول بيستخدموها برضو ان هي تسرع لهم الديفلوبمنت بروسيس بتاعتهم. بتبقى حاجة جوه الاديتور اللي هو بيستخدمه، وبتساعده ان هي تكتب له كود، تكتب له لاينز، ممكن لو فانكشن تكتبها له حاجات كده. طبعا بتساعد جدا في الديفلوبمنت، بس احنا برضو هنتعرف على ادوات بتساعد اكتر واكتر. فجيت هاب كوبايلوت عملت دراسة، لقت ان الديفلوبرز دلوقتي بيخلصوا التاسكات اسرع بنسبة 55%. طبعا 55% ده مش مجرد تحسين بسيط، دي نقلة كبيرة جدا في البرودكتيفيتي والافكتفنس بتاع الاي اي تولز في الديفلوبمنت. طيب 55%، بس احنا الكورس بتاعنا انا قايل لكم ان احنا هنساعدكم تطوروا اسرع بنسبة 4 اضعاف، يعني 400%. طيب ليه مع ان مكتوب 55%؟ عشان طبعا 55% ده الافريج بتاع كل الناس، يعني ده المتوسط بتاعت الناس اللي ما بتستخدمش الاي اي، والناس اللي بتستخدم الاي اي، وناس بتعرف تستخدم قوي بس، وفي ناس تانية ما بتعرفش. فالافريج المعدل بتاع الزيادة طلع في الاخر 55%. فاحنا هدفنا ان احنا تبقوا من مستخدمين الاي اي، مش بس مستخدمين الاي اي، لا، مستخدمين الاي اي اللي بيعرفوا يستخدموه بخبرة كبيرة وبطريقة فعالة جدا. طيب بالنسبة للمؤسسات والشركات، فشوية ريسيرش كده سريع. 65% من الشركات او من الامبلويز جوه الشركات او الموظفين جوه الشركات بقت بتستخدم جن اي اي بانتظام regularly. تمام، ده سنة 2024، السنة اللي فاتت. و72% بيقولوا ان هم بيستخدموا الاي اي في وظيفة واحدة او اكتر. تمام، وفي من ضمنهم برضو ناس عايزة تستخدم الاي اي. فعامة يعني ال AI بقى حاجة مش رفاهية، يعني معظم الناس أكتر من تلتين بيستخدموه في الشركات. تمام، فلما تلتين الشركات شغالة بال AI بالفعل، فما ينفعش نتجاهله، صح؟ فلازم لازم لازم ان انت تستخدم ال AI. وطبعا بما انك جيت الكورس ده، فمعنى كده ان انت عايز ان انت تستخدم ال AI وعايز تبقى خبير فيه. فده اختيار مهم جدا في حياتك وفي منافستك في سوق العمل. فطبيعي ان انت لما تستخدم الاي اي اكيد 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 منافستك هتزيد وتقدمك هيزيد في المنافسة وفي السوق. فدلوقتي استخدام الاي اي اصبح جزء لا يتجزأ من استراتيجيات النمو. طيب احنا قلنا 72% و66% بيستخدموا ال AI، طبعا كل ده ابحاث مختلفة. فاحنا ما بعد الكورس احنا مش هنخليك بس بتستخدم ال AI. ال 72% وال 66% دول غالبا يعني كلهم دول بيستخدموا ال AI الجن AI، اللي هو يعني بيستخدموا تشات جي بي تي او اكتر. تمام، فلو تخيلنا ان الموضوع زي الهرم، فتحت شايفين الناس كلها البيز اللي هم غالبا عندهم بس معلومات بسيطة عن الاي اي، اللي هم بيستخدموا تشات جي بي تي فقط لا غير. لما يبقى عنده مشكلة يخش يعمل كوبي للكود، يبيست على تشات جي بي تي. تشات جي بي تي يحاول يديله الحل، ساعات بيفشل، ساعات بيمشي، وهكذا. تمام، فدول بيعتمدوا على شوية تولز بسيطة زي تشات جي بي تي، حتى ما يعرفوش حاجة تانية.
تمام. فطبعا دول مش بيستفيدوا بامكانيات الاي اي الكامله. تمام. طيب نطلع شويه في الهرم. دول بقى استكشفوا ادوات متقدمه شويه، زي ايه؟ زي لافابل، زي كورسر، زي كلود، زي اي اي تولز مختلفه، سواء جنريتيف اي اي او الاي اي تولز اللي ليها سبيشاليزد يوز. فدول يعرفوا ادوات متنوعه بس ما يعرفوش يستخدموها قوي. يلاقوا مثلا ان هو استخدم كورسر، لقى ان كورسر بيبوظ له الكود اكتر ما بيساعده. فدول برضو عندهم خبره شويه، راحوا ستيب زياده، بس ما عرفوش يوصلوا قوي لاستخدام الاي اي تولز المختلفة بفاعلية. اللي فوق بقى خالص، اللي هم حوالي مثلا 1%، دول بقى اللي هم اكتر كفاءة، دول اللي بيعرفوا فعلا يخلصوا الحاجة باستخدام الاي اي بسرعة رهيبة وبخبرة كبيرة جدا. هم عارفين ازاي يخلوا الاي اي في صالحهم، عارفين يخلوه معاهم في التيم، يبقى هو اللي بيعمل لهم كل حاجة، وهم بس اللي ايه بيعملوا له، هم الليدر وهو ايه اللي بيعمل لهم كل حاجة. فدول فعلا اللي بيتقنوا استخدام الاي اي بفاعلية، يعرفوا تولز كتيرة ويعرفوا امتى يستخدموا كل تول. والكورس ده هيساعدك ان انت تبقى من القلة بتاعة المبرمجين اللي بيعرف يستخدم الاي اي تولز بفاعلية كبيرة ان شاء الله. طيب، يعني ايه بقى اي اي فيرست واي اي لاست مايند سيت؟ طيب احنا الفيديو الجاي ان شاء الله هناخد شوية misconceptions وشوية حاجات احنا فاكرينها غلط عن الاي اي. بس خلونا الاول نعرف يعني ايه اي فيرست واي اي لاست. اي اي فيرست يعني ان انا، او خلينا نتكلم الاول على اي اي لاست. اي اي لاست يعني ان انا بكود، انا كديفلوبر بكتب كود، بعمل المهام بتاعتي اليوميه، التاسكس بتاعتي، الستوريز بتاعتي، الكلام ده كله. ولو يعني وقعت في حاجه الكلام ده بروح للاي اي. لو لقيت فيه بج في الكود، لو لقيت فيه مثلا كود مش عارف هكتبه ازاي، بروح رايح للاي اي. فانا دلوقتي مثلا عندي ستوري فور اكزامبل، ان انا عايز اعمل اوثنتيكيشن. فبدات دخلت عملت الاوثنتيكيشن، بدات عملت مثلا عملت كونكشن، سواء بقى هعمل كونكشن لفاير بيز او سوبر بيز، او انا هعمله بجي دبليو تي او ايا كان. بدات انا حطيت كل الستبس دي، جاي بعمل رن، بشوف الدنيا، بتست، لقيت في مشكله في حته معينه، حاولت فيها مش عارف ايه، لقيتها مش شغاله، فرحت رايح لتشات جي بي تي، قلت له كذا كذا حصل ودي مش شغاله، فتشات جي بي تي بدا يساعدني. تمام. دي كده اي اي لاست مايند سيت. يعني ايه اي اي لاست؟ يعني انا اي اي ده بروح له لو انا عطلت. من الاخر ده اي اي لاست. الاي اي فيرست ان انا الديفولت بتاعي اي اي، لو الاي اي عطل بعد كده انا هتصرف. فانا لو عندي نفس الستوري بتاعت الاوثنتيكيشن، بعمل لوجينج ان لوجينج اوت الكلام ده كله، فبروح عامل رايح الاول للاي اي، بفهمه الدنيا كلها، بيديني الكود، ببدأ تيست، لقيت الكود فيه مشكلة، بروح رايح تاني للاي اي بيصلح لي الكود، ببدأ تيست، بلاقي الكود فيه مشكلة، وهكذا. طبعا ده ايه؟ ده المايند سيت. طبعا احنا ممكن نجو فurther بقى، لو انا بعرف استخدم الاي اي بشكل احسن، ممكن اصلا اخليه هو اللي يتستلي، فاقول له بيكتب لي اليونت تيست، واقول له ايه شغل لي اليونت تيست دي، فيروح عامل الفانكشناليتي ويران الكود ويتست الفانكشناليتي ويتاكد ان الكود شغال، كل ده في برومبت واحد وانا قاعد بشرب كوبايه الشاي. طيب دلوقتي مش بس ال AI بقى مهم للموظفين، بقى مهم للشركات وبقى مهم في التعيين. فدلوقتي مثلا زي ال CEO بتاع شوبيفاي بيقول، بعت لهم كلهم ايميلز، كل المطورين وكل الموظفين اللي عنده، ان المطور لازم يبقى AI first mindset، لازم يبقى شغله بيبدأ بيه ال AI، لازم يبقى خبير في ال AI عشان يعرف يكمل في الشركة. تمام. فما يعني لازم العمل المانيوال ورك او الشغل بايده، العمل اليدوي، لازم يبقى ليه مبرر، لازم هو حاجة الاي اي ما يعرفش يعملها فهو يعملها. فاهمين؟ فالاي اي فيرست مايند سيت بقت كمان حاجة اساسية في الشركات. الشركات دلوقتي الاي اي بالنسبة لها لما يسرع الانتاجية بتاعتها بتاعت الموظفين بتوعها 100% او 200% او اكتر كمان، وهنشوف كده في تولز اكتر هتظهر قدام وحاجات اوريدي موجودة دلوقتي. فدلوقتي بالنسبة للشركات ده هيقلل التكلفة بتاعتهم كتير قوي. بدل ما انا عندي 400 ديفلوبر مثلا، هيبقى عندي 100 بس بيطلعوا الانتاجيه بتاعت ال 400. فانا كده وفرت التكلفه الربع، بدل ما انا مثلا كنت بدفع 400 الف جنيه هبقى بدفع 100 الف جنيه. فطبعا الشركات دلوقتي
مركزه قوي في موضوع الاي اي، ومركزه جدا 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 ان هي تعرف الديفلوبرز وتمرنهم، ديفلوبرز او غير الديفلوبرز طبعا، عشان الاي اي ليه استخدامات كتير جدا. تعرفهم ادوات الاي اي عشان الديفلوبر الواحد او الموظف الواحد يبقى بينتج الانتاجيه بتاعت 4 ديفلوبرز او 5 ديفلوبرز. وده فعلا اللي بيحصل عندنا في الشركه. فدلوقتي الذكاء الاصطناعي بقى معيار، بقى هو الستاندرد، بقى لازم زي بالظبط انت بتعرف تقرا وتكتب، انت بتعرف اي اي، ده دلوقتي هيبقى المعيار الجديد بتاعنا. طيب، اهم بقى مهارة عامة في العصر، يعني مش في العصر ده، حتى في العصور اللي فاتت، هي المرونة او الادابتابيليتي. تمام. خلونا نرجع لورا شوية قبل الاي اي. كان في العربيات. تمام. العربيات لما جت غيرت شكل السواقة، غيرت شكل التنقل، صح؟ قبل العربيات كان في الكاريتات بتاعت العربيات بقى، الكارو والكلام ده كله. فكان السواقين بيبقوا سواقين عربيات كارو، سواقين كاريتات، دول بيبقوا ماشيين بالحصان او الحمار، والناس بتركب ومش عارف ايه، وده كان شكل العربيات. لما العربيات الجديدة جت غيرت شكل التنقل، خلت ان في ناس بدأوا ان هم يعترضوا، من السواقين بدأوا ان هم يعترضوا، والعربيات دي هتخليكوا تعملوا حوادث، والعربيات دي انت ما تعرفش، مش هتعرف تتحكم فيها والكلام ده كله. فكان في اعتراض كبير قوي في موضوع العربيات ده، ان انت مش عارف تتحكم فيها. انت الحمار ولا الحصان انت تعرف تتحكم فيه، انت اللي تعرف تمشيه، لكن العربيات دي احنا ما نعرفش جوه في ايه شغال، ممكن الفرامل تسيب، ممكن مش عارف ايه. وده طبيعي في اي حاجة جديدة، يعني اي حاجة جديدة دايما بيبقى فيه تخوف منها، دايما بيبقى فيه ريزيستنس. طيب، وعلى الناحية التانية في ناس جريت بسرعة عشان تتعلم السواقة، عشان تعرف ان هي تستغل الفرصة الجديدة دي. طيب، ايه اللي حصل دلوقتي بقى؟ فاست فورورد، اللي حصل دلوقتي ان سواقين، طبعا ما بقاش في حاجه اسمها سواقين عربيات كارو، يعني دي شغلانه ما بقتش موجوده. بقى في بقى سواقين التكاسي، سواقين اوبر، سواقين كريم. وبرضه نفس الكلام لما اوبر وكريم جت، سواقين التكاسي اعترضوا مش عارف ايه. شغلانه التكاسي قلت جدا في مصر وفي العالم كله، واوبر وكريم والابس دي المختلفه هي اللي بقت زادت. فده نوعين من الناس، نوع بيعترض ونوع بيتقبل الموضوع وبيسبق ان هو يتعلم الحاجة. نفس الكلام التلفزيون والسوشيال ميديا غيرت شكل الفرص، غيرت شكل التسويق. فبقى الشغلانات اللي ليها علاقة بالصحافة قلت كتير جدا 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 جدا، يعني بقت نادرة جدا. ونفس الكلام الناس اللي استغلت السوشيال ميديا والتلفزيون وتعلموا المهارات اللي ليها علاقة بالحاجات الجديدة دي، هم الناس اللي عرفوا ان هم يبانوا اكتر ويطلعوا في المنافسة اكتر، ويبقوا هم من الناس القليلة اللي خدت وش القفص زي ما بيقولوا. نفس الكلام في الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي دلوقتي لسه بيظهر، فلازم تقرر هل انت هتبقى من الناس اللي هو لا، الذكاء الاصطناعي ما ينفعش استخدمه في شغلي، لا هيوقف لي شغلي، هيوقف لي تفكيري، ولا استخدمه ان هو يساعدني ويبقى هو الاسيستنت بتاعي، وانا اقول له يعمل ايه وهو اللي يعمله. وفي الاخر اظن بعد المثال بتاع العربيات والتلفزيون والكلام ده كله، اظن انت مجمع الذكاء الاصطناعي بعد 5 سنين الناس اللي استخدموه واتعلموه كويس وبقوا خبرة فيه هيبقوا فين، والناس اللي رفضوه تماما هيبقوا فين. الخلاصة في كل ده ان ال AI first mindset مش موضة او مش حاجة اختيارية، ده هو ده ال IDE الجديد، او هو ده الديفولت الجديد. تمام. الآلة الحاسبة مثلا ما قتلتش الرياضيات، يعني الآلة الحاسبة لما جت الناس برضو كانت خايفة منها. بيقولوا الطلاب هيغشوا منها في الامتحانات، زي برضو لما تشات جي بي تي نزل الطلاب هيغشوا منه، الكلام ده كله. لا، هو دلوقتي الآلة الحاسبة بقت أصلا بيستخدموها في الدراسة. الاكسل نفس الكلام، لما جه ما قتلش المحاسبين وما قضاش عليهم. فالاي اي مش هيقتل المطورين، تمام، هو بس بيرقيهم وبيخلي الانتاجيه بتاعتهم اعلى بكتير. بس طبعا ده ما يمنعش خالص ان اللي بيستخدم الاي اي هيعدي كتير قوي اللي ما بيستخدمش الاي اي. تمام. الاي اي مش هيستبدل المبرمجين، بس الاي اي هيستبدل الناس اللي مش بتستخدمه. بس كده، شكرا ليكم، اشوفكم في الفيديو الجاي.